السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض حلويات الصيف الجميل. هنعمل مع بعض مهلبية الكراميل. شايفين جمال بقى المهلبية؟ جميلة ومش مكلفة خالص، عملناها في البيت بأقل التكاليف. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله، وطعمها في منتهى الجمال. فعلا أتمنى تجربوها. دي بقى مهلبية الكراميل، جميلة جدا وسهلة، وهنعملها مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. هضيف 3 كوبايات ونص بالكوب المعياري حليب. ممكن تحطي حليب كامل الدسم او حليب بخيره اللي انت عايزاه. كده 3 كوبايات ونص حليب. وهضيف باكو فانيليا. وهضيف 3 معالق كبار دقيق بالمعلقة دي. كده 3 معالق دقيق. وهضيف كمان 3 معالق نشا بنفس المعلقة. كده 3 معالق نشا. وهقلب المكونات دي كده قبل ما ارفعهم على النار لحد المكونات كلها تندمج مع بعض. كده بقى قلبت الحليب والنشا والدقيق والفانيليا مع بعض، هركنهم على جنب. في حلة هضيف كوباية سكر بالكوب المعياري ده، وهرفعهم كده على النار لحد السكر ده بقى مكرمل. واستمر كده في التقليب لحد ما السكر ده كده يكرمل ويديني لون العسل الغامق بالشكل ده كده. بدأ السكر يتكرمل معايا، شايفين؟ ولازم اقلب كويس جدا لحد ما السكر دوت كله يتكرمل ويديني لون العسل الغامق بالطريقة دي. كده بقى معايا الكراميل جاهز والسكر كله اتكرمل. هضيف بقى معلقتين كبار زبدة واقلب كده كويس جدا لحد الزبدة ما تسيح مع السكر بالطريقة دي. اللون ده كده مظبوط وحلو جدا للكراميل. واقلب كده لحد الزبدة ما دابت خالص. هجيب بقى الحليب والنشا والدقيق والفانيليا واقلبهم قبل ما احطهم على النار كده. هضيف بقى الحليب ده كده بالنشا حبة حبة. شايفين بقى السكر اتماسك، لما يغلي هيتفك كله ويبقى لون اللبن دوت كراميل بالشكل ده. واستمر في التقليب كده لحد ما يبقبق معايا الخليط بتاع الكراميل. بدأ يتقل معايا اهو لحد والسكر كمان يدوب خالص ويتماسك الخليط الكراميل. شايفين بقى القوام بتاع الكراميل وريحته جميلة جدا. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقة. بدأ بقى معايا اهو الكراميل بالشكل ده يتماسك ويبقبق معايا كده. يا ريت نمشي على الخطوات بالظبط حبايبي عشان يطلع معاكم الوصفة ناجحة 100%. كده بقى بدأ يغلي معايا وتماسك كده. شايفين بقى الجمال والريحة كمان جميلة جدا. هجيب بقى الحلة وافضيها في بولة واحدة واحدة كده عشان البولة ما تفرقعش معانا. هفضي بقى مهلبية الكراميل كده في البولة واجيب كيسة واغطيها عشان ما تعملش قشرة من فوق واسيبها تبرد تماما. بعد بقى ما بردت بجيبها بقى كده بشيل الكيسة خالص. شايفين بقى مهلبية الكراميل متماسكة ازاي. وهنضيف على مهلبية الكراميل معلقة كبيرة باستري كريم ومعلقة كبيرة كريم جانتيه بيتباع عند مستلزمات الحلويات. بقلب كده بالمضرب اليدوي، دي بتعزز الطعم برضو بتاع الكراميل، بتدي طعم حلو جدا. وبقلبه كده لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعض والكراميل اللي يندمج مع الباستري كريم والكريم جانتيه. شايفين بقى القوام كده مظبوط وحلو جدا. بسم الله ما شاء الله، ريحه وطعم في منتهى الجمال. هجيب بقى كيس حلواني برضو بيتباع عند مستلزمات الحلويات وهفضي بقى مهلبيه الكراميل كده. شايفين بقى قوام المهلبيه جميله جدا وريحتها جميله. فعلا اتمنى تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا بالذات بقى في الصيف. شايفين بقى فضيت كده الكراميل في الكيس الحلواني واربطه بقى كده بالشنكل ده برضو بيتباع عند مستلزمات الحلويات. شايفين بقى الجمال. واجيب بقى بولات، اطباق، كاسات المتاح عندك. دي علب دي بتتباع عند بتوع البلاستيكات، ودوت بسكوت بيتباع برضو عند مستلزمات الحلويات. هضيف في كل بولة من البولات دي هضيف البسكوتة كده بالشكل ده كده وهوزعه في البولة كده بالطريقة دي. هجيب بقى حليب والفرشة وسقسق كده البسكوت بالحليب والفرشة دي عشان البسكوت يبقى طري معاكي في مهلبية الكراميل. بعد بقى ما سقسقته كده بالحليب بجيب بقى البسكوتة التانية. عايزة تحطي بسكوتة واحدة براحتك، انا حطيت بسكوتين وبرضو هعمل نفس الطريقة وهسقسقها كده بالحليب بالشكل ده كده عشان يبقى البسكوت معايا طري في مهلبية الكراميل. وهسقسق كده لحد البسكوت ما يتشرب مع الحليب كده بالطريقة دي كده.
بعد بقى ما وزعت بقى الحليب على البسكوت، هضيف بقى الكراميل، مهلبية الكراميل. هوزع كده بقى على البسكوتة كده نص البولة بالشكل ده. شايفين بقى قوام المهلبية الكراميل اللي جميلة ازاي، وطعمها طبعا احلى واحلى. وهوزع مهلبية الكراميل كده نص البولة بالطريقة دي كده، عشان لسه هضيف كمان بسكوتين تاني، يبقى رق بسكوت ورق مهلبية الكراميل. وبعد بقى ما خلصت نص كمية مهلبية الكراميل بالشكل ده كده، هضيف كمان بسكوتين تاني بنفس الطريقة، وبين البسكوتة والتانية هسقسق بيها كده بالحليب برضو بالفرشة كده زي ما عملنا في أول مرة، واسقسها كده بالحليب عشان تبقى طرية بالشكل ده، واسقسها كده كويس جدا بالطريقة دي. الحليب ده بقى بيطري البسكوتة، بيخليها طرية ومش دايبة، يا دوبك ايه طرية شوية بالشكل ده. وهجيب البسكوتة التانية كده وهضيفها برضو في البولة كده بنفس الطريقة، وهسويها كده كده. وضفت البسكوتين وهسقسق برضو الحليب بالبسكوتة التانية دي كده. لازم البسكوتة تعض معاكي، متبقاش دايبة قوي. انا بحب اسقسقها كده بالحليب عشان تبقى مقرمشة معاكي شوية بالطريقة دي كده. كده بقى حبايبي وزعت طبقة البسكوت فوق الكراميل. هجيب بقى الكراميل بقى واملى البولة دي كده بالطريقة دي لحد ما يبقى 3/4 بالطريقة دي. عايز تمليها للاخر براحتك. وزعي بقى الكراميل كده على البسكوت. المهم ان داري البسكوت بالشكل ده، واوزعه كده بالتساوي كده. حلوه قوي مهلبيه الكراميل دي، تعمليها الضيوف الجميله جدا وحلوه جدا في المناسبات. وهجيب المعلقه الصغيره دي كده واسوي الكراميل كده في البولات بالطريقه دي كده عشان الكراميل كله يبقى متساوي. بعد ما سويت مهلبيه الكراميل هدخله التلاجة لمده ساعتين لحد ما الكراميل ده يتماسك كده. ده هجيب جوليو حلويات بيتباع عند مستلزمات الحلويات، وهجيب فستق وهقطع الجوليو الحلويات ده كده، واوزع بقى الفستق كده في البولات دي بالشكل ده كده. الفستق دوت انا عاملاه في القناه، الفستق الكداب. ولو حابه تزيني بالمكسرات براحتك المتاح عندك. هجيب بقى الجيليو ده بعد ما قطعته، هوزعه كده في البولات دي كده فوق الكراميل. جميل جدا في الاكل جدا وطعمه حلو ورخيص مش غالي. هوزعه كده بالشكل ده. ايه رايكم بقى في مهلبيه الكراميل؟ فعلا جميله جدا وطعمها احلى واحلى. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه بنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هي هتعجبكم ان شاء الله. تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. ولو حضراتكم استفدتم من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. ودي قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. بعد بقى ما زينت مهلبيه الكراميل، شايفين بقى الجمال والحلاوه والطعامه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، طعمها جميل جدا وعملتها في البيت بأقل التكاليف. أتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو للآخر عشان تستفادوا من الفيديو. يلا بقى ندوق بقى مهلبية الكراميل الجميلة بالبسكوت. اتفضلوا معايا يا حبايبي. شايفين بقى الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله، طعمها في منتهى الجمال. فعلا أتمنى تجربوها. وده الشكل النهائي لمهلبية الكراميل، وبألف هنا عليكم يا حبايبي.